السلام عليكم ورحمة الله. أسعد الله مساءكم من جديد، ويا رب دايما بخير وفي أحسن صحة وفي أحسن حال وفي سلامة وسعادة وهنا وراحة بال. الشعب السوري العظيم، الشعب السوري العريق، الشعب السوري الشقيق، الشعب السوري الأصيل المتأصل اللي توب الشهامة والجدعنة والكرم والجود والنضال والكفاح على جسمه متفصل. أهلا وسهلا بكم مع شيكا في قناة جبل سوريا، ويا رب دايما أكون ضيف خفيف على قلوبكم. موضوع النهاردة وحلقتنا النهاردة حلقة جميلة جدا 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 جدا، وحلقة في قمة الجمال والروعة. معانا النهاردة منشد في قمة الجمال، منشد فعلا بيمثل الصوت الجبلي. فعلا سوريا ولادة بالأصوات الجبلية، الأصوات اللي تسمعها تتزلزل من جواك، الأصوات اللي فعلا بتزلزل وبتهز أي استوديو وهم بيسجلوا فيه الأغاني. أنا بتكلم في الجزئية دي بالذات وفي النقطة دي بالذات لأن عاشرت الشعب السوري الجميل العظيم ده، وعاشرت ولي أصدقاء سوريين فنانين مطربين، وكنت معاهم واحنا بنسجل الأغاني. فعلا أصواتهم في قمة الجمال والروعة، أصوات جبلية، أصوات جبارة، أصوات قوية جدا جدا جدا، وفي قمة الجمال وفي قمة الروعة وفي قمة العظمة. يعني مثلا هديكم مثال الفنان السوري العظيم جدا، يعني صاحبي وأخويا الكبير اللي أنا بحبه وبعتز بيه جدا، اشتغلنا مع بعض كتير قوي. الفنان السوري الفنان مجدي القاسم، اشتغلت له أغاني كتيرة جدا، أنا اللي كاتبها أغاني كتيرة، وعرفت قد ايه فعلا الشعب ده شعب جميل جدا وشعب واعي جدا وشعب مثقف جدا 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 جدا. اشتغلت طبعا مع الفنان سامو زين، وقد ايه الفنان ده فنان واعي ومثقف جدا جدا جدا، وغيرهم من الفنانين. نرجع لموضوعنا. معانا منشد النهارده في قمة الجمال وفي قمة الروعة، فنان عظيم بجد بجد. يعني بص، بكل المقاييس ومن كل الزوايا وكل الاتجاهات هنسمع صوت جبلي، صوت فعلا جبلي بيثبت لنا ان سوريا ولادة بالفنانين والعمالقة. سوريا ولادة بالفنانين والعمالقة، وهتفضل طول عمرها ولادة بالفنانين والعمالقة، وهتفضل رائدة من روائد الفنون في العالم كله، وهتفضل العمود الفقري للفنون، وهتفضل هي كل حاجة جميلة في كل حاجة جميلة. الشعب السوري الجميل العظيم وسوريا الجميلة العظيمة. تعالوا نسمع مع بعض المنشد الجميل ده ونجلي قلوبنا وأذهاننا ووجداننا، ونسمع ونستريح شوية كده مع بعض، ونرجع تاني نكمل بقى ونشرح ونحلل وناخد وندي مع بعضنا. تعالوا نسمع ونرجع تاني. على عتابكم عبد ذليل، كثير الشوق ناصر قليل، يمد إليكم كف افتقار، ودمع العين منهمل يسيل. كفاكم يا بني الزهراء، كفاكم يا بني الزهراء فخرا، إذا ما قيل جدكم الرسول. أبوكم فارس الهيجاء علي، أبوكم فارس الهيجاء علي، وأمكم المطهرة البتول. يلي توصف على هونك صدق غلطان، يلي توصف على هونك صدق غلطان، ماكو بجمال الهادي من السجان. يلي توصف على هونك صدق غلطان، يلي توصف على هونك صدق غلطان، ماكو بجمال الهادي من السجان. محل عيون محمد والخد تفاح، يا بي طيب العنبر من قبر فاح. اني صرت بحبها شاعر مداح، قلبي متيم وينادي وين
هذا جميل الطلعة وابن علوداس، شرف بصعة القدرة لا جديان. اللي توصف على هونك صدق غلطان، اللي توصف على هونك صدق غلطان، ماكم جمال هذه من انسان. محلى عيون محمد والخد تفاح، يا بيطيب العنبر من قبره فاح. اني صرت بحبه شاعر مداح، قلبي متيم وينادي وين العدنان. اللي توصف على هونك صدق غلطان، اللي توصف على هونك صدق غلطان. صوت حرفيا جبار، صوت حرفيا جبلي، صوت في منتهى الجمال والروعة والعظمة، صوت سليم. القرارات بتاعته، الجوابات جبلية، الجوابات بتاعته في الغنى جبلية، تنقلاته في المقام منتهى السلاسة ومنتهى الجمال، منتهى الجمال ومنتهى الإحساس. صوت فعلا الأصوات اللي هي النقشبندي كده عندنا في مصر، أصوات جميلة. وخامة صوته يعني قريبة كده بالنسبة لي، أو أنا حسيت من وجهة نظري الشخصية وأنا بسمع، حاسس إن بسمع قوة وعظمة صوت الفنان مجدي القاسم. صوته جبلي، صوته فظيع. الراجل ده يعني بسم الله ما شاء الله، ربنا يحفظه يا رب ويديله الصحة. وصوته من المطربين اللي بعشقهم، صوته جبار قوي، بتسلطن كده يعني وانا قاعد معاه بتسلطن. يعني انا قاعد معاه بشتغل له بكتب له، بس ببقى متسلطن، بكون معجب، ما بكونش قدام منه وانا شغال معاه، ما بكونش صانع. يعني ما بكونش صانع عمل ان انا شاعر بكتب الكلمات الاغنيه، انا بكون قدام منه معجب، بقعد اسمع واتسلطن. فنان جميل جدا وعظيم جدا. فصوت المنشد الجميل العظيم ده، انا قلت، انا حسيت من وجهة نظري الشخصية اللي هو خامة الصوت القوية دي فكرتني بصوت الفنان مجدي القاسم، اللي هو الصوت القوي، الصوت الجبلي العظيم ده. تعالوا نسمع ونكمل الجمال والمتعة والروقان والسلطنة، ونجلي القلوب شوية بالصوت العظيم ده ونرجع تاني. ماكم جمال هذه بالسوجة، يلي يصف جماله ما يمكن قال، طه نوره تشهد له كل الاجيال. يم عيونه محمد تشفي كل حال، احلى عيونه محبوبي تبري المرضى. اللي توصف على هونك صدق غلطان، اللي توصف على هونك صدق غلطان، ماكم جمال هذه بالانسجام. الله عظيم وارسل هذا المختار، نوره يشفع للمؤمن من حر النار. بطل لا تحاول توصف ادري محتار، ما نقول بحطها صدق غلطان. اللي توصف على هونك صدق غلطان، اللي توصف على هونك صدق غلطان، ماكم جمال هذه بالانسجام. طه سليل المنشأ صاحب تسبيح، عبدا شكورا طه بنص التصريح. مهما نوصف ونقول ابيات التمديح، ما نقدر نوصف طه بآيات لسان. اللي توصف على هونك صدق غلطان، اللي توصف على هونك صدق غلطان، ماكم جمال هذه بالانسجام. يا طيبة يا جنة بدنيانا حنزورك يلا المعاد. يا طيبة يا جنة بدنيانا حنزورك يلا المعاد. خلونا نزور المختار ونفرح، بعد زيارة ما يظل الهم مطرح. هذا أملنا وهذا أكبر مطمع، بعد الحج واللي يشهد مولانا. يا طيبة يا جنة بدنيانا حنزورك يلا المعاد. يا طيبة يا جنة بدنيانا حنزورك يلا المعاد. يا طيبة يا نبع الإيمان،
يا طيبة حياك الله الباري يا حصن الإسلام ويا عنوانا. يا طيبة يا جنة دنيانا عن زورك يا الله المعاطي. يا طيبة يا جنة دنيانا عن زورك يا الله المعانا. فعلا حاجة والله تهز القلوب من جوه. تسمع الصوت يحرك الوجدان، الصوت فعلا يخلي الجسم الواحد يقشعر كده، الصوت يخلي القلب يعني بص القلوب كده يعني ترتجف كده، تحس بحاجة غريبة، تحس بحاجة فعلا غريبة، هتحس إحساس تاني خالص. صوت تسرح معاه، تتوه معاه، ياخدك وتسافر معاه لبلاد بعيدة 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 في الخيال والسحر والجمال، الصوت والنغم. والله يا سوريا هتفضل فعلا تدينا دروس، بس مش في الوطنية والوفاء والانتماء، ده كمان دروس في الفن وعلم النغم وأصول المغنى اللي بجد، والمنشدين اللي بجد، منشدين بجد. فكرنا كده بالشيخ النقشبند عندنا والأصوات الجبارة، يعني المنشدين العمالقة دول، صوت الجميل، صوت العذب الخلاب، صوت جميل جدا جدا جدا. تحس ان وانا سامع كده مش مجرد مش هنسمع يعني بودنا بس، في اصوات نسمعها والله باحساسنا بالقلوب، يعني في اصوات تسمعها باحساسك كده وبقلبك، صوت يطربك بجد، صوت يمتعك بجد، ما تزهقش منه وما تكونش حابب ان هو يبطل، ما تكونش حابب ان هو يبطل فعلا، ده حقيقة. تحس ان تعبيرات وشه قايله الكلام معاه، بتنطق الكلام معاه، صوته الجميل والقوي العظيم ده، بسم الله ما شاء الله. وهتفضل والله سوريا ولادة بالجمال والعظمة دي، هتفضل سوريا مصنع الحلويات اللي بيصدر للعالم كله القطايف واللطايف والمشبكات والحلويات والبسبوسة الفنية في كل حاجة، في الجمال والروعة في كل حاجة جدا. هتفضل طول عمرها سوريا، والشعب السوري الجميل ده هيفضل طول عمره ولاد بالاساطير والكواكب والنجوم والعمالقه اللي زي دول، وهيفضلوا هم مصنع الحلويات اللي بيصدر للوطن العربي والعالم الاوروبي الجمال والاصوات الجميله وكل حاجه جميله احنا بنستمتع ونتمتع بها. ربنا يا رب يحفظهم دايما 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 يا رب، الشعب الجميل العظيم ده يا رب احفظهم دايما يا رب. وفي نهايه الحلقه الجميله دي انا استمتعت جدا جدا معاكم، ويا رب انتوا كمان تكونوا استمتعتوا واتبسطتوا، ويا رب اكون ضيف خفيف على قلوبكم. وغدا يتجدد لقاءنا ان شاء الله في موضوع جديد او اغنيه جديده مع شيكا في قناه جبل سوريا. وفي الختام سلام.